السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في قناة فهم الذات، المكان اللي بنحاول فيه بهدوء وببساطة نفهم نفسنا ونفهم الناس اللي حوالينا وندخل لأعماق النفس البشرية علشان نكتشف الأسباب الحقيقية وراء مشاعرنا وتصرفاتنا. في رحلتنا التأملية النهاردة هنتكلم عن موضوع بيمس كتير مننا، حقيقة لطالما فهمناها غلط وحكمنا عليها بقسوة. جهزوا كوباية الشاي بتاعتكم واسترخوا وافتحوا عقولكم وقلوبكم، لأننا هنغوص مع بعض وراء الستار علشان نكشف الواقع الخفي للي بنسميه البرود العاطفي. في سؤال دايما بيطرح نفسه بقوة وأكيد حير كتير مننا: ليه في أشخاص بنحس إنهم باردين عاطفياً؟ يعني أكيد في حياتكم مر عليكم شخص تحسوا إن مشاعره متجمدة، شخص مش بيعبر عن اللي جواه بسهولة أبداً. لو حصلت مشكلة أو خلاف تلاقوه بينسحب بهدوء تام ويسكت بدل ما يتكلم ويفضفض، ولو زعلان أو بيمر بأزمة طاحنة يخفي حزنه ببراعة غريبة وكأن مفيش أي حاجة حصلت. حتى في أقرب العلاقات ممكن تحسوا إن في مسافة شاسعة بينكم وبينه رغم إنكم عارفين ومتأكدين إن جواه مشاعر حقيقية. اللغز ده بالذات هو اللي هنفككم مع بعض النهاردة. طيب خلينا نبص على الموضوع من قريب شوية. الحقيقة إن في فجوة كبيرة جدا بين اللي إحنا شايفينه من بره واللي بيحصل فعلا جوه الشخص ده. إحنا كبشر بطبيعتنا بنستعجل في الحكم، بنشوف الصمت والانعزال ده ونترجمه فورا على إنه قسوة قلب أو لا مبالاة أو حتى عدم اهتمام بينا. بس الواقع النفسي الداخلي قصة تانية خالص، قصة أعمق بكتير. إحنا هنا مش بنتكلم عن فراغ عاطفي ولا إنسان بلا قلب، إحنا بنتكلم عن عواطف جياشة ومشاعر حقيقي جدا بس مستخبية ورا حاجز صلب ومحصن. الحاجز ده يا جماعة ما طلعش كده من العدم، ده ليه جذور وأسباب متأصلة في قصة وحياة الإنسان ده. علشان نفهم اللغز ده محتاجين نرجع لورا شوية، لأيام الطفولة والتربية، ونشوف إزاي البيئة اللي بنكبر فيها بتشكل طريقتنا في التعبير عن مشاعرنا. طريقة أي إنسان في التعبير مش بتبدأ فجأة لما يكبر، دي بتتكون وهو لسه طفل صغير. تخيلوا معايا كده، طفل صغير بيعيط عشان خايف من حاجة أو زعلان لسبب إحنا ككبار ممكن نشوفه تافه، بس هو بالنسبة له نهاية العالم. بدل ما يلاقي حضن يحتويه ويطمنه بيسمع عبارات زي بطل عياط، أنت بتكبر المواضيع ليه، خليك قوي وما تبقاش ضعيف. العبارات دي مش مجرد كلام بيتقال وقت غضب، دي رسائل بتوصل لعقل الطفل وبترفض مشاعره تماما، وبتقوله صراحة إن إحساسك ده غير مرحب بيه. الطفل هنا بيترجم الكلام ده لواقع مؤلم، بيحس إن مشاعره الطبيعية دي حاجة عيب، حاجة لازم يخجل منها، وإن التعبير عنها شيء غير آمن بالمرة. ومع تكرار المواقف دي الطفل بيبدأ ياخد 3 خطوات دفاعية من غير ما يحس. أول حاجة، بيبدأ يخبي حزنه عشان يتجنب اللوم أو التوبيخ. تاني حاجة، بيكتم أي خوف جواه وما بيشاركوش مع حد. وتالت حاجة، واللي بتكمل معاه سنين طويلة، إنه بيتظاهر بالقوة والتماسك حتى وهو منهار تماماً من جوه. البرمجة اللي حصلت له هو صغير دي بتعلمه درس قاسي جداً: الكتمان هو طريقك الوحيد للأمان. النتيجة إيه بقى؟ لما الطفل ده بيكبر التعبير عن مشاعره بيبقى شيء مرعب ومزعج جداً بالنسبة له، لأنه بيفكره دايماً بالإحساس القديم بعدم الأمان والرفض. وكأن الطفولة ما كانتش كفاية بنيجي للمحطة التانية في بناء الشخصية دي، وهي درع الصدمات والخوف من الألم. لو كانت الطفولة هي الأساس فتجارب الحياة القاسية والصدمات هي اللي بتبني الدرع الفولاذي ده. الإنسان اللي اتعرض لخذلان شديد من أقرب الناس ليه أو مر بعلاقات مؤذية سابت جروح عميقة في روحه، عقله بيبدأ يشتغل بطريقة مختلفة عشان يحميه، بيبدأ يبني حماية ضد أي تواصل عاطفي جديد. الدرع ده مش قرار الشخص بياخده وهو قاعد يشرب قهوته الصبح، لأ، دي آلية دفاع نفسية ذكية جدا ومعقدة العقل بيعملها. لما تثق في حد ثقة عميقة وتتأذي، المخ بيربط تلقائيا بين القرب العاطفي والألم، وعشان العقل البشري مصمم يحمينا من الخطر بيخلينا في حالة حذر شديد وتردد رهيب قبل ما نفتح بابنا لأي شخص جديد. وده بيفسر لنا إزاي الدرع ده بيظهر في أي علاقة جديدة. من بره إحنا بنشوف شخص حذر جدا، بيتجنب أي تعلق عميق ودايما سايب مسافة آمنة كده بينه وبين اللي قدامه. ممكن يدخلوا علاقات جديدة عادي بس مستحيل يسمحوا لحد يقرب أكتر من الخط اللي هم مرسمينه. لكن الحقيقة من جوه هم مش ناس بلا مشاعر خالص، بالعكس، دول بيفكروا بعمق شديد وبيحسوا بكل حاجة بكثافة عالية جدا. بس هم مرعوبين، مرعوبين حرفيا من فكرة إن الألم القديم يتكرر تاني. رغبتهم في حماية نفسهم من أذى جديد أقوى بكتير من رغبتهم الطبيعية في إنهم يعبروا ويشاركوا مشاعرهم. ندخل بقى على بعد ثالث مهم جدا، وهو الإرهاق الداخلي وصعوبة إن الشخص حتى يفهم نفسه. أحياناً كتير المشكلة بتكون في إن الأشخاص دول بيواجهوا صعوبة حقيقية في فهم حالتهم العاطفية من الأساس. يعني إزاي حد هيعبر عن حاجة هو نفسه مش فاهمها؟ خلينا نتخيل الموقف.
ممكن تلاقوا شخص حاسس بتوتر شديد جدا وضيق في صدره، بس هو مش مدرك أبدا إن التوتر ده في حقيقته مجرد خوف. أو مثلا ممكن تلاقوهم بينفعلوا وبيتعصبوا جدا في مواقف معينة، في حين إن السبب الحقيقي الدفين ورا الغضب ده هو حزن عميق أو إحباط متراكم. هم بيفضلوا ساكتين وقافلين على نفسهم لأنهم ببساطة مش عارفين يشرحوا الفوضى اللي بتحصل جواهم دي إزاي. الكلمات بتخونهم، أو بمعنى أصح ما عندهمش القاموس العاطفي اللي يترجموا بيه إحساسهم. وفي أوقات تانية التفسير بيكون أبسط بس أوجع. التفسير متعلق بالطاقة. الضغط النفسي المزمن وصعوبات الحياة بتستنزف حرفياً الاستجابات العاطفية الطبيعية لأي إنسان. تخيلوا حد عايش لفترات طويلة تحت ضغط نفسي وتفكير مستمر وشيل هموم. الشخص ده بالتدريج بيفقد حماسه وقدرته على إنه يتفاعل بشكل طبيعي وسلس مع اللي حواليه. اللي بيبص عليهم من بره هيقول دول ناس باردة أو ما بيهمهمش حد، لكن الحقيقة المؤلمة هي إنهم مستنزفين تماماً، طاقتهم خلصانة ومفيش جواهم أي مجهود متبقي عشان يعبروا أو يتفاعلوا. الخزان العاطفي بتاعهم فاضي، والسكوت بيبقى وسيلتهم الوحيدة عشان يحافظوا على شوية الطاقة اللي فاضلين، عشان بس يقدروا يكملوا يومهم. لكن وسط كل الجليد ده في لغة تانية خالص بيتكلموا بيها، لغة الأفعال الصامتة. بعد ما فهمنا جدار الصمت ده بيتبني إزاي، تفتكروا إزاي بيعبروا عن حبهم واهتمامهم لو الكلمات بتخونهم؟ الإجابة في أفعالهم. الأشخاص اللي عندهم حواجز عاطفية دي دايماً بيلاقوا طرق بديلة عشان يوصلوا بيها اهتمامهم، طرق مش محتاجة ولا كلمة. هتلاقوهم بيهتموا باللي بيحبوهم في صمت وهدوء. هم أول ناس بتمد إيديها تساعد في وقت الأزمة والشدة من غير حتى ما حد يطلب منهم. والأجمل من كده هتلاقوهم فاكرين أدق التفاصيل الصغيرة اللي تخصكم، بتحبوا تشربوا إيه اللي بيضايقكم وإيه اللي بيفرحكم. فرغم إنهم ممكن يكونوا عاجزين تماماً إنهم يقولوا أنا بحبك أو أنا خايفة أخسرك، أفعالهم صوتها أعلى من أي كلام. المشاعر عندهم بتتحول لمواقف حقيقية وسند في وقت الحاجة. ودلوقتي وصلنا للمحطة الأخيرة في رحلتنا النهاردة. إيه اللي مستخبي ورا القناع؟ جه الوقت إننا نغير نظرتنا تماماً لمسألة الانفصال العاطفي دي. النقطة الجوهرية اللي أتمنى تخرجوا بيها من الشرح ده هي إن البرود العاطفي مش معناه أبداً إن الشخص ده ما عندوش مشاعر أو علبة حجر، لا، ده النتيجة الطبيعية لسنين طويلة من الكتمان والخوف المتراكم ورحلة بحث مستمرة عن الأمان اللي افتقدوه. إخفاء المشاعر ده كان طوق النجاة بتاعهم، أداة علموها عشان يحموا قلبهم وعقلهم من الانهيار، مش عيب في شخصيتهم ولا نقص في إنسانيتهم. وعشان كده قبل ما نتسرع ونحكم على حد إنه قاسي أو مبلوش في المشاعر، محتاجين نقف لحظة، نتأمل شوية، ونسأل نفسنا السؤال الأهم: يا ترى إيه اللي حصل للشخص ده خلاه يبقى كده؟ بلاش نسأل هو ماله، خلينا نسأل إيه اللي وجعه. لو دورنا في التاريخ الخفي والألم اللي مش بيتحكي ورا المظهر البارد ده، هنتفاجئ، لأن ورا كل جدار جليدي في قصة لسه ما اتقالتش، وروح تعبت من كتر الصمود، وعاطفة في منتهى الصدق مستنية بس تلاقي المساحة الآمنة عشان تظهر وتتنفس بسلام. في ختام رحلتنا التأملية النهاردة، حابين نسيبكم مع سؤال مهم تفكروا فيه. هل تعتقدون إن البرود العاطفي ده صفة بنتولد بيها، ولا هو دايماً نتيجة للتجارب والظروف والصدمات اللي بنمر بيها في حياتنا؟ إحنا بنتشوق جداً إننا نسمع أفكاركم ونقرأ تجاربكم الشخصية في التعليقات. شاركونا آرائكم وتجاربكم في التعليقات، واشتركوا في قناة فهم الذات وفعلوا الجرس عشان نستمر مع بعض في رحلتنا الممتعة لاكتشاف أسرار النفس البشرية. شكراً ليكم من القلب إنكم كملتوا معنا الشرح ده للنهاية، ونشوفكم في موضوع جديد ومحطة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.